ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. اتمنى منكم لو اول مره تشوفوني تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس لو حابين تشوفوني تاني. هندخل للوصفه اللي انا داخله اعملها دلوقتي، اللي هم ولادي ولادي عايزينها وبيحبوا ياكلوها من بره. تمام، هي اكله شعبيه كده وحلوه كده وبننزل ناكلها من بره. بس دلوقتي طبعا بما ان الدنيا غليت جدا جدا علينا، طبعا هو انا ولادي لخمني، فعشان كده رايحين جايين، فعشان كده انا كل شويه ببص لهم. طبعا انا كل شويه هم عايزين طبعا ينزلوا ياكلوا بره وينزلوا يتعشوا بره والحاجات دي. فما بقى اني يعني بما ان الدنيا غليت علينا وبتاع والدنيا كده، فاحنا ممكن نضحك عليهم بشويه حاجات بسيطه هنا في البيت ونقدر نبسطهم برضو ونخليهم مبسوطين. وان شاء الله نقدر يعني في ظل اللي احنا فيه دوت نقدر ان احنا نعوضهم واحنا قاعدين في البيت برضو، وبحاجات برضو بسيطه وفي نفس الوقت برضو حلوه ونضيفة وجودتها هتكون أنضف. هي حاجات بسيطة، مش هنستخدم حاجات كتير، هي حاجات بسيطة كده، برضه هنطلعهم من اللي هم فيه وهنحسسهم ونجيب لهم بيبسي بصوا هنظبطهم يعني. فاحنا مستنيين كده ان احنا ان شاء الله ندخل للوصفة اللي احنا هنعملها دلوقتي دي. هي بسيطة جدا يا بنات وهتعجبكم قوي قوي. واللي يعني ما يعرفش السجق الاسكندراني اللي انا هعمله دوت، يجيبوا ويجربوا بجد، بيبقى حلو جدا. يلا بينا ننقل للمطبخ عشان نعمل الوصفه ديت. وانا عملت كمان حاجه عشان انا اروق على حالي برضو، ما انا برضو محتاجه ان انا يا جدعان برضو ان انا اروق على حالي. رحت برضو عملت برضو حاجه هوريها لكم برضو في اول الفيديو، عشان خاطر برضو لو انت حاسه ان انت نفسك تخرجي وان انت نفسك تعملي حاجه زي كده، تشربي حاجه زي كده بره يعني، او يعني اي كافيه دلوقتي هنروح هندفع فيه كتير، فممكن تعملي الحاجه ديت وتيجي تقعدي كده هانم كده على الانتريه بتاعك، تحطي كوبايه الميه وتظبطي بيها نفسك. فانا طبعا هقوم دلوقتي هعمل الحاجه اللي انا بعملها ديت، وهوريكي ازاي تروقي على دماغك وتقعدي كده تفنني كده وتخططي لولادك. تعالوا بس نظبط الطاسه الاول. تمام، بالكوبايه اللي انا هعملها دي، الكوبايه دي انا بعمل طبعا نسكافيه. تمام، طبعا هتعمليها وتخرجي زي ما قلت لك كده، تقعدي هانم كده وتقعدي كده تخططي بقى كده وترتبي ازاي تقدري تبسطي ولادك. تمام، انا بقدر ان انا ابسطهم ازاي دلوقتي. انا بصراحه ربنا دلوقتي ما بقيتش اخرجهم، لاني الدنيا غليت جدا قوي وكلنا لازم نعترف بحاجه زي كده، والحمد لله على كل حال. بس يعني احنا خلاص قربنا ننفجر. فانا حبيت ان انا ابسط ولادي والله بالحاجات البسيطه دي. انا ولادي بيفرحوا بيها قوي لما مثلا بيخرجوا بره وبياكلوها بره. فانا حبيت ان انا بقى اعملها لهم هنا في البيت كده، زي اليوم بتاع البرجر دوت برضه عملته لهم وكانوا مبسوطين بيه قوي. فتمام، انا كده خلصت الكوبايه اللي هقعد اخطط بيها وارتب بيها، وندخل للوصف. هنا بقى الوصفة بتاعتنا ايه يا بنات؟ ده سجق اسكندراني. تمام، ده كان الكيلو، يعني النص كيلو ده انا كنت جايباه حوالي كان 80 جنيه كان 78 جنيه حاجة كده يعني. خلاص، بتعملي بيه الوصفة اللي انا قلت لك عليها دي، بتعملي بيها احلى سندوتشات. زي ما انت شايفة كده، انت بتستخدمي طماطم، بصل، فلفل الوان، فلفل اخضر، فلفل حامي لو بتحبي الحاجة حامية. طبعا انا حطيت هنا عندي هنا حطيت البصلايه. تمام، بصلايه صغيره لان هو الكميه مش كبيره، ده نص كيلو يعني، هو بس على قد السندوتشات اللي انا هعملها لهم. خلاص، انا ما بحبش اعمل السجق ده يا بنات الا بالطريقه دي. يعني بحب اشطفه كده، اخده شطفه تحت الحنفيه. تمام، بيبقى سهل عليا قوي بقى ان انا اخليه من الطبقه اللي هي بيبقى محشي فيها، ده بيبقى اللي هو زي اللي هو زي ممبار تقريبا، ممكن يكونوا هو ممبار تقريبا. وبيبقوا طبعا حاشينه بقى اللي هو السجق ده. تمام، ده بيبقى سجق بقى بس بيبقى متبل، فاهمين يعني؟ ما بيبقاش محتاج ان انت تحطي له ولا ملح بقى ولا اي حاجه. هو بس بضيف له شويه فلفل اسود كده، عشان انا بحب طعم الفلفل الاسود يبقى ظاهر اكتر يعني. خلاص، فانا بحب ان انا اقطعه كده قطع صغيره واخليه زي ما انا وريتكم كده، عشان خاطر ابقى يعني واثقه برضو ان هو يوصل له لدرجه الحراره اللي انا عايزاها. تمام، هقطعه قدامكم كده تقطيع عشوائي يعني، مش لازم اي حاجه. هو زي كده اللحمه المفرومه مثلا ببقى عايزاها تبقى شبيهه ليها يعني، على قد ما تقدري تفتفتيها كده بس. وباخدها تشويحه كده مع السمنه والبصلايه. تمام، عايزاها طبعا تقعد على النار على قد ما اقدر. وبحط لها يعني حبه ميه صغيرين كده، ربع كوبايه ميه برضو، عشان يعني السخونيه، فاهمين؟ اما بتوصل للحاجات دي بتخلي اي ميكروب، اي حاجه ممكن تبقى فيها ممكن يعني تروح.
ما هي نضيفة والنوع نضيف جدا، بس انا برضو ايه يعني موسوسة شوية في الحتة دي، بحب ان انا برضو ايه اخليه ياخد شوية كده على النار. طبعا اكيد مش زي اللي بنجيبه من بره، يعني اللي بنجيبه من بره ده بيبقى يعني اسوأ حاجة. انا جايبه والله نوع نضيف جدا، بس برضو ايه انا بحب ان انا ابقى يعني واثقة كده من الحاجة وانا باكلها لولادي. بس حطيت شوية المية اللي انا وريتهم لكم دول، وهسيبهم شوية كده. وبعد كده هجيب طبعا هنا بقول لكم فلفل احمر، الوان يعني، وفلفل الاصفر، فلفل اللي هو الحامي، طماطمايه، الحاجات دي. ما عندكيش هي ممكن الطماطمايه وخلاص على كده. بس انا ضايفاهم لولادي فاهمين كشكل، يعني حاجه تفرحهم، يعني حاجه تبقى شكلها ولونها حلو لولادي يعني. بس كده، فانا زي ما انتوا شفتم كده، انا هحط بقى الحاجه اللي انا هضيفها دي واغطي عليها برضو عشان ابقى ايه. هو ما بياخدش وقت على فكرة خالص على النار، بس انا اللي بحب اضيف له شوية المية دول، واحب اضيف له واحب اغطيه شوية عشان بس ايه تبقى درجة الحرارة يعني انا مرتاحة وانا باكله لاولادي زي ما بقول لكم. بس فهغطيه بقى زي ما انتوا هتشوفوا كده، وهعمل لهم بقى احلى عشوة كده سندوتشات. هما بيحبوا السندوتشات جدا، بيحبوا يروحوا بره يعني في محل معين كده عندنا، بيحبوا يروحوا ياكلوا عنده. طبعا انتوا عارفين المحلات اللي هي بتاعت الكبدة والسجق يعني يا جماعة الشرقي يعني، اكيد كلنا بنروح وبناكل عندها يعني. بس فانا عامله لهم بقى الحاجه دي في البيت، يعني عشان ما يعني السندوتش هناك دوت بره غالي يعني، فانا جبت هنا وعملت لهم كتير كمان، وكلوا وشبعوا وفاض كمان منهم. بعد كده اللي بيفيد منك ممكن تروحي حاطاه في الميكرويف وبيتسخن وبياكلوه برضو، بيفضلوا رايحين جايين. لكن هناك في المحل هتدخلي المحل هتجيبي الساندوتش وهياكلوا صل مثلا. على محمد، صل عليه على الصلاة محمد، والسلام. صل على محمد. وهيخرجوا خلاص على كده، لكن ده والله قعد معانا يعني. بس انا كده غطيته زي ما بقول لكم برضو ياخد سنة كده، وبعد كده بيبقى جاهز للتقديم. الموضوع كله ما بياخدش معايا حاجة خالص، وهم بيحبوا السجق الاسكندراني ده جدا جدا، بيحبوا ياكلوه جدا من بره، ولما بجيبه لهم في البيت بيبقوا فرحانين فرحة السنين يعني. بس جبنا بقى الفينو يا بنات هنا. انتي بس روحي عند اي بتاع لحمة، يعني محل لحمة عادي، قولي له انا عايزه سجق اللي هو الاسكندراني ده، او سوبر ماركت يكون كبير بيبقى عندهم السجق ده، غير السجق البلدي اللي احنا بنجيبه اللي هو الصغنن الرفيع ده حاجة تانية بقى، بس بيبقى ميزز كده وبيبقى ليه طعم حلو قوي. بس زي ما انتوا شايفين كده هعمل لهم السندوتشات، والبيبسي بقى هحطه لهم، واعمل لهم شويه فشار جنبيه بعد كده. والصوصات بتاعتهم اهي، اذا كان مايونيز، اذا كان كاتشب، اذا كان الصوص التاني، بص اي حاجه هم عايزينها. بقيت ان انا يعني احاول على قد ما اقدر. انا كنت بصراحه كنت فظيعه جدا ان انا اي حاجه هم عايزينها بجيبها لهم، وانزل اخرجهم واعمل. لكن لقيت الدنيا خلاص ما بقتش مستحمله خالص ان احنا نعمل حاجه زي كده، فيا دوبك احنا ماشيينها بتوع الوالدين. فبقيت ان انا احاول ان انا اعمل لهم الحاجه ديت وابسطهم برضو واراضيهم، لان هم ملهمش ذنب في اللي احنا فيه ده كله. فيا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والاشتراك عشان خاطر كل جديد يوصل لكم. لو حابين تشوفوني تاني ان شاء الله في كل حاجه انا بعملها لولادي.